السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ كيف الحال؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. كيفكم يا أحلى أخوات لي؟ قبل أي شيء لا تنسوا تسووا لي اللايك، سووا لي اللايكات عشان ترفعوا لي الفيديو فوق والفيديو ينشاف يعني. الله يسعدكم. شوفوا، هذا اشتريته من ساكو، اشتريناه من ساكو ب800 وعليها بحط لكم السعر فوق عشان ماني متذكر السعر كويس، بشوف الفاتورة. طبعا احنا في فيديو منزلينه في قناتي الثانية، قناة يحيى وإيمان، كنا قاعدين ندور على حاجة تنظف الحوش كويس، فقعدنا ندور في ساكو عشان نشوف حاجة كويسة تنظيف الحوش. واحنا خارجين من ساكو عند الكاشير لقينا هذه الآلات، في كثير منها أشكال وألوان. فزوجي نادى الموظف وسأله عن أفضل يعني حاجة تنظف الحوش، قال له هذه الآلة أفضل الماكينة دي أفضل شيء لتنظيف الحوش. قال أنا مجربها شخصيا في بيتي، قوية وما راح تندم وعلى ضمانتي. تمام، لسه ما جربناها ولا فتحناها، بس قلت خلني أوريكم هي بإذن الله لما نفتحها. احنا لسه الحوش لسه يعني في ترويبة وكذا، بس نخلص الحوش وبنغسل بسوي فيديو أثناء الغسيل كامل بالماكينة هذه. بس الموظف مرة مدحها، قال هذه الماكينة يعني على ضمانتي، خذها وانت مرتاح ومطمن، ما راح تندم أبد إنك أخذتها. هي تغسل السيارات وكمان للحوش، يعني فيها أشياء ثانية. أيوة، هي للسيارات وللحوش. أتمنى يا رب إني أفدكم. الحين كمان بوريكم باقي مشترياتي، وهذه باقي مشترياتي من ساكو. شوفوا هذا الراديو اللي جابته لي يا صالحة محمد، إيش أقول لكم، قسما بالله ما يضيع الوقت معاي في المطبخ. 24 ساعة حاطة إذاعة القرآن، أسمع قرآن، أحاديث، إرشادات، أشياء مرة جميلة. ما أدري كيف كنت قاعدة في المطبخ وأبدأ الراديو. طبعا بسوي هنا رف فوق وبحط عليه الراديو ذا فوق عشان ما أبغى كذا يكون في تحت على الرخامة. شكرا يا صالحة والله يسعدك، كل فيديو شكلي بقول لك شكرا حبيبتي يا صالحة، ربي يسعد قلبك. شوفوا اشتريت، طبعا أنا ما عندي صواني تيفال، سويت الخبزة في القناة الثانية، قناة يحيى وإيمان، وللاسف يعني الخبزه ايش اقول لكم ما انتفخت، وغير كذا لزقت في الصينيه. كنت حاطه تحتها ورق زبده، كنت سويتها في ورق في تبسي صينيه ابو 5. فجبت هذه من ساكو، ثواني بس، جبتها تقريبا 148. لا صور لكم الاسعار بس اشوف الفاتوره. شوفوا 3 أحجام، وهذه الثانية الوسط. طيب وكمان جبت هذه للزيت، خليني افتحها معاكم. حاجة هنا ناقصة، شوفوا ناقصة هذه اللي زي كذا هنا، برجعها لهم طبعا ما تنفع كيف كذا. طيب وجبت كمان هذه الملاعب، مرة حلو عجبني لونها، وبعدين ايش ما تتفكفك كاملة يعني. وجبت هذه الشمعة، هذه الشمعة سعرها ب 11 ريال، بس ريحتها مرة قوية. طيب بس هذه أبغى أرجعها في العلبة عشان برجعها لهم، لأن شوفوا ما هي موجودة فيها إلا زي كذا يعني. هذه سعرها جبتها ب35، هذه ب35. ماكينة التنظيف اللي أنا وريتكم هي أول الفيديو ب825. وإيش كمان والشمعة ب11.75. طيب الملاعق جبتها، الملاعق هذه جبتها ب49. هذه الملاعق جبتها ب49. هذا شوف أنا أحد يروح يرجع لي هذه يغيرها لي، انقهرت. يلا مين مشكلة.
خليني ارجع لهم كل شيء زي ما كان عشان ايش لا يتحججوا عليه. وجبت كمان قدر الضغط ذا، وهذا قدر الضغط جبته كمان من ساكو. جبت 7 لتر. جبته بكم قدر الضغط؟ ثواني بس. مية وتسعة. هذا جبته ب109، مقاس 7. طيب، وهذه مشترياتي من ساكو. طبعا هذه برجعها بغيرها، ويا رب تكون عجبتكم. ايش اقول لكم؟ ايوه، لا تنسوا تشتركوا في القناه لو عجبتكم القناه، وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني باذن الله. سامعين صوت ريما؟ سامعين صوت ريما؟ مطبخي الحمد لله سويت المسكة حقت الدواليب، وسويت الأرفف للدولاب الطويل اللي كلمتكم عنه. وشوية تجديدات كده في المطبخ باخذ رأيكم فيها. طبعا أنا ما أستغنى عن رأيكم أبد أبد أبد. يلا نبدأ ندخل نشوف إيش أنا سويت في المطبخ، وأوريكم شكل المسكات حقت الدواليب. طبعا المطبخ اتغير 180 درجة. يلا نبدأ. هذه المسكات حقت الدواليب، شوفوها. ثواني بس بوريكم هي كذا فوق. طبعا يا بنات انا ما لقيت شوفوا يا بنات، هذه المسكات اللي انا جبتها الواحدة تقريبا سعرها ب14 ريال، لاني ما لقيت نفس المقاس. لو تلاحظوا شوفوا الفتحات كيف باينة، بس مي مشكلة، الشكل العام افضل من الاول. يعني اللي يشوف كده المطبخ ما يبان له الفتحات القديمة. هو راعي المطبخ قال صعب انك تلقي نفس المسكات نفس مقاس المسكات القديمة، لانها يعني موديل قديم من 7 سنوات انا سويت ذا المطبخ، فما راح القى نفس المسكات اللي الحين طالعين فيها. هذه المسكات اللي تكون طويلة، شوفوا كيف شكلها. طبعا شكلها كده افضل. ايش رايكم؟ قولوا لي ارائكم في الكومنتات، احب اسمعها في الكومنتات. وهذا الراديو ابغى اجيب رف بعدين وارفع الراديو فوق، انا حاطه تحته شمعة عشان هنا الاذاعة دائما واضحة، بس باقي المطبخ الاذاعة بتيجي مشوشة، فانا هنا حاطتها فوق الشمعة. باذن الله بجيب رف وبحطه فوق وبحط فوقه الراديو. طيب، العجانة انا نقلتها هنا في الركن جنب الكفتيرة. انا حبيت العجانة مكانها يكون هنا عشان اشبك الفيش يكون جنبها الفيش، ما اقعد انقل العجانة من مكان لمكان. انا اشوف مكانها هنا كويس وحلو. طبعا سلة المواعين انا دستها تحت في الدرج خلاص، يعني دلكت بكون احطها هنا دائما. دلكت خلصت خلاص، ارص مواعيني في الدولاب وادخلها مرة ثانية في الدولاب تحت في الدرج. تمام. شوفوا هنا المكان فاضي، حطيت هنا ستاند المناديل وحطيت ستاند التصوير كذا. انا اشوف الدولاب رايق، ما في زحمة ولا شيء. طبعا قلت لكم هذا الراديو انا برفعه فوق، بجيب رف وبرفعه فوق باذن الله. شوفوا كيف اليد مرة ممتازة. ايش كمان؟ ايوه ثواني بس اشغل ذي. وهذه اشتريتها من موقع نون، مرة تعطي اضاءة حلوة للمطبخ. انا بغيت احطها فوق الفرن، بس قلت بعدين بجيب واحدة ثانية بخليها فوق الفرن، لانها من جد شوفوا كيف اثناء التصوير بتعطي اضاءة حلوة. ما في بتكون الظلام اللي طالع لي تحت الدولاب. طبعا اللي فوقها الملونة
قلت وقت ما ابغى ملون بقدر اشغل الملون، ما ابغى ملون ابغى بس كذا الاصفر كذا كذا. طبعا هذه تشتغل بالحجار من هنا يا بنات، شوفوا ذي الطريقة. طبعا تتقفل، بس انا لما اقفلها تقعد شغالة، فخليت الغطا شوي مفتوح عشان ما تقعد شغالة 24 ساعة. لما اقفل الغطا الكامل تقعد اللمبة مولعة، فكذا افضل. خليني اشغلها لكم. مرة حلوة وعملية، عجبتني. وكمان الملونة كمان حلوة انها بفيش. شوفوا تتذكروا اللي اشتريتها وحطيتها تحت الدولاب تشتغل بالحجار، مرة ما هي عملية، ما انصحكم فيها، تضيعوا فلوسكم وبس. اشتريت هذه الملاعق من ساكو وعلقتها هنا، مرة حلوة وعملية يا جماعة. الغالي كمان سعره فيه يعني. واشتريت هذه العلب الزيت كمان، اشتريتها من ساكو، خليت واحدة زيت الزيتون وواحدة لزيت الطبخ، مرة حلوة كذا. نقطت الزيت طيب، مرة حلوة وعملية، بتعجبكم. سعرها مو غالي، تقريبا جبت 2 طقم يعني في علبة واحدة بحاجة 20 ريال، 25 22 زي كذا سعرها. وهنا البهارات، شوفوا خليت البهارات المهمة اللي دائما استخدمها، الكزبرة الناشفة والكمون وبهارات سناد، وهذا زيت السمسم والفلفل الأسود دائما اللي استخدمه هنا. نيجي للحظة المهمة من جد يعني كل شوي افتح الدولاب واطالع في الدولاب من الفرحة، بس امسح الزيت لاني توترت بنقطة الزيت على الدولاب وارجع لكم. يلا يا بنات دحين بوريكم ايوه قبل لا اوريكم الدولاب اللي انا سويته. شوفوا هنا قال ما تيجي هنا في الوسط، فسوالي هي فوق. بس ما هي باينة. الشكل العام افضل من اول بكثير. حبيت مطبخي بامانه، الاول كنت قرفانه منه، تغير شكل المطبخ كثير تغير لما سويت المسكات. والله هو بس الكسل اللي خلاني اني ما اسوي المسكات. والراديو كنت مشغله قبل كده اذاعه القران، ونزلت فيديو جاني حقوق طبع ونشر عشان كنت مشغله قران، عشان كذا انا مقفله الصوت. يلا نيجي هنا، شوفوا هذا هو الدولاب اللي من جد ايش اقول لكم، سعاده في ترتيب، وايش اقول نظام، ايش اقول ما في زحمه. شوفوا كيف الترتيب من جد يعني مبحبحه في الترتيب مره. المواعين ما هي فوق بعض. هنا خليت البراريد والثلاجات والجكات، وتحت خليت الخلاط ومكاين البصل. وهنا خليت المقاضي. طبعا اقدر احطها في منظمات وكذا، بس انا قلت خليه كذا ترتيبي مؤقت. يعني انتوا عارفين الانسان بعد يعني احنا يا معشر النساء نطفش ونمل، فكل فترة يبغانا نقعد نغير في الترتيب. يعني ممكن اخلي التباسي فوق، المقاضي تحت، اجيب منظمات. يعني قلت خليه كذا لين بايش ابغى اغير، ابغى اجدد، ابغى يعني اجدد في ترتيبي، في تنظيم المقاضي، في ترتيب الاماكن الاشياء، فاقدر بعدين، ما هي مشكلة. وهنا خليت يا بنات، خليت هنا المنظمات. شوفوا رفعتها فوق هنا، كل المنظمات حطيتها فوق. وهنا حطيت الكاسات المشكلة. شوفوا هذه صورة ميمي، هذه صورة ميمي حبيبتي الله يسعدها، حطيتها في كاسة هنا. هنا قلت خليها للكاسات اللي تكون ايش يعني مي حق الطقم كذا. يعني بعض الأحيان تعجبني كاسات في أبو 5، كاسة تكون غير عند الثانية، فأحب أشتري. فقلت خلي هذا الرف دائما الكاسات اللي إيش فردة فريدة على قولتهم. وهنا المنظمات حطيتها فوق. وهنا كمان المنظمات كمان، هنا حاطة كمان منظمات بس. وهنا فوق بخليه فاضي العلب، المعلبات، مش المعلبات، العلب اللي مثلا زي حنة، علب كبيرة قزاز كذا، اللي ما استخدمها دائما الا فين وفين، بخليها دائما فوق زي الخزانة كذا، بتكون فوق بإذن الله. وهذا الكورن فليكس اللي ماني عارفة فين أوديه شوفوا هذا ايش اسمه ذا، السيليكون. قال بحط لك على الفتحات سيليكون، بس حسيت انها ما لها داعي، ما يعني عادي. وهنا خليت الأشياء، القهوة، الشاي، السكر، المكسرات، التمرة مغطيتها، حقة الحليب اللي جابت لي صالحة الله يسعدها. فخليت هنا أشياء القهوة، الشاي وكذا. قلت أنا أبغى الرف فاضي، أبغى رخامة المطبخ تكون فاضية، ما أحب الزحمة تكون على الدولاب. وفوق فناجين قهوة والكنكات حقة القهوة. وهنا طبعا خليتها جنبها كاسات اللي دائما نسوي فيها الشاي وكذا.
لأن دحين ما شاء الله زوجي يعني قام إيش يتنشط شوي لو أنا نايمة، يقوم يسوي له شاي، فعلمته إن هنا أشياء الشاي والسكر، وهنا كاسات حقة القهوة. طبعا هذا هو ترتيبي للمطبخ الجديد، وانتم عارفين فترة فترة واحد يمل ويغير ويجدد. وهذه اشتريتها من نون، مرة حلوة، تقريبا سعرها ب30 ريال، بالحجار تشتغل. بوريكم شكلها وأنا طافية النور ذحين، ثواني بس. طبعا يا بنات أنا بغيت أحط العجانة هنا فوق، بغيت أحط هنا العجانة فوق ويكون في ورا فيش، شوفوا الفيش وراها، بس للأسف هو سوالي الرف، أنا قلت له أنا بحط هنا العجانة، فهو سوالي الرف شوية مرتفع فوق، فلما حطيت العجانة بغيت أعجنه في مكانها هنا والفيش وراها، لما أجي أرفع العجانة ما ترفع معايا، بترفع تدق في الدولاب فوق، فمرة ما ينفع إني أحطها في الدولاب، فقلت مكانها هنا أفضل في الركن جنب الكفتيرة، وفي جنبها فيش، ما أقعد أنقل العجانة من مكان لمكان. أنا ضد إنك تحركي الأجهزة الكهربائية من مكان لمكان تخرب، فحلو إنها تكون جنب فيش دائما وثابتة مكانها، هذا أحلى مكان. وقلت مواعيني ما هي مشكلة، أدلكها وأدخلها الدولاب وأشيل في الليل الصفاية حقة المواعين. خليني أطفي النور وأوريكم شكل الإضاءة هذه بدون نور، مرة شكلها روقان. شوفوا يا بنات كيف الإضاءة مرة قوية حلوة. بإذن الله بجيب منها كمان ثنتين، واحدة بخليها فوق البوتاجاز، وواحدة بخليها جوا في غرفة الملابس. ما أدري شكلي بكثر، كمان أبغى ورا التلفزيون تعطي منظر حلو. زي ما قلت لكم روقان، عندنا متابعة اسمها روقان حبيبتي روقان، ربي يسعد قلبك وربي يسعد قلوبكم جميعا. ايش رايكم؟ قولوا لي ارائكم، احب اقرا تعليقاتكم سعاده لقلبي، دائما اقول لكم، وفي السناب اقول لكم سعاده، انتم سعاده قلبي من جد والله العظيم. اغنيتوني عن حاجات كثيره في الحياه هذه الحمد لله. شوفوا يا بنات انا عندي في السناب انزل يوميات، انزل فطور، انزل غدا، انزل يعني تفاصيل خفيفه في حياتي. بحط سنابي في صندوق الوصف، وبحطه هنا كمان في الفيديو. أتمنى أنكم تنوروني في السناب، وتكونوا تتواصلوا معايا عن طريق السناب. كثير بنات يتواصلوا معايا عن طريق السناب، أقعد أسولف معاهم وندردش سوا. أحبكم في الله. يلا ندخل على الفيديو ونشوف اليوم إيش نسوي معاكم. بسوي معاكم بإذن الله روتين حلو. قولوا لي إيش رأيكم في الإضاءة، مرة عجبتني قوية. أحس إني لو أسوي فيديو بالإضاءة هذه بيفرق معايا كثير في